تعالي اما اقولك، لو عندك جيركن بالشكل ده نقدر ازاي نحوله للمنظمات الترندي البراندات الكبيره باقل تكلفه. زي ما انتوا شايفين احنا هنقص الجزء اللي فوق تعمليه بالحجم اللي انت محتاجاه. انا محتاجاه حجمه يكون زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده جبت قماش الدق، تقدري تستخدمي اي قماش عندك، مش شرط نفس القماش اللي استخدمته. وهنبدا نثبته زي ما انتوا شايفين كده من على الاطار من بره. دي اسهل طريقه للبطانه زي ما معوداكم. وبعد كده هنبدأ بقى نتني الشراشيب دي بتاعة القص بتاعة القماش عشان الفينش بتاعنا شكله يبقى حلو. هنبدأ نقص الزيادة، انا طلعت طويلة معايا. وبعد كده هندخلها من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بقى نعمل قطعة كرتون ونثبتها، بس انا ما حبيتش اعمل ده. جبت حبل الخيش ال6 مللي وهبدأ اغلف بيه الجزء اللي من جوه كله. ونفس اللي انا هعمله من جوه في القاعدة هعمله برضو في القاعدة من الخارج. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، والمنظمات دي نقدر نستخدمها اكتر من استخدام. زي ما انتوا شايفين داير ما يدور حوالين بعض. اول خطوة بتجيب الخطوة اللي بعديها لحد ما بنخلصها كلها بالشكل ده. جبت بقى حبل المكرمية ال6 مللي وهبدأ اعمل بيه الجزء اللي من فوق. هعمل نصها مكرمية زي ما متعودين عملناها مع بعض في اكتر من ريل قبل كده. هعمل نصها مكرمية والنص التاني هيبقى خيش. واي حاجة بنعملها مقلمة لازم سمك خيط الخيش وخيط المكرمية يبقى نفس السمك. يعني انا استخدمت مكرمية 6 مللي، هستخدم كمان خيش 6 مللي. ايه رأيكم؟ ما تنسيش تكتبي لي رأيك وسيف وشير ونعمل متابعة.